الا كنتي اول مره غادي تشوف هاد الرياكشن هادي، مالك انك تهبط لتحت ودير اشتراك في القناه ودير جيم الفيديو وخلينا ما نطولش عليكم. نديو الفيديو ديالنا. واحد التحدي اللي هو واعر بزاف. شوفوا معايا الدمبل هذا الحديدي كبير اخوتي، ثقيل لواحد الدرجه اللي هي كبيره، يقدر يكون فيه اكثر من 70 كيلو. يشوفوا شكون اللي قادر انه يهزو، ولكن كما كنشوفوا بزاف ديال الناس كيحاولوا انهم يهزوه. هاد الفتاه الاولى حاولت بدون جدوى، الثانيه حتى هي غادي تحاول تهزو ولكن ما قادراش. هانتوما شوفوا معايا. وجات الثالثه، ولكن وحده غادي تفاجئكم اللي هي هذه قادره تهزو بواحد السهوله. زيدها اضافه على الشخص هذا بعد صدم من هنا. شوفوا معايا كيفاش هز. هذا واحد المغني اللي هو مشهور بزاف واي واحد يقدر يعرفو. لاحظوا معايا الطريقه اللي غادي يلعبوا بها بجوج باش يديروا واحد ايقاع موسيقي جديد ورائع صراحه. شوفوا الابداع في الموسيقى كيفاش داير، ماشي تخربيق وصافي، راه ابداع في الموسيقى هذا. اسمع مزيان، اسمع معايا العجب هذا اللي غادي يحل هذاك الباب بواحد الطريقه اللي سهله. شوف مزيان، ماشي آلة هذه اي واحد عنده شي باب يتحل بلا خاطرو، وسيوا الباب ديال الحديد ما يقدرش يحلو في مره. هاد المقالب هادو ديال الهند مازال ما دخلوش للمغرب. الا مشيت تدخل للمغرب شنو هو ردة الفعل ديال المواطن المغربي كيفاش غتكون في هاد الحاله هادي؟ هذا كيدير راسو ما كيشوفش وهاز ديك العكاز، اللي كيدوز قدامه كيعطيه للراس بداك الماء، كيعطيه للراس ديريكت. شنو هو ردة الفعل ديالكم نتوما الا مشيتي فشي نهار غاديين في الطريق ووقع لكم بواحد البلان هذا اللي وقع لهذا الشخص ولا الاشخاص هادو؟ صراحه راه شي حاجه ما يمكنش. الا دخلت للمغرب المغاربه راه راكم عارفين ما كيصبروش، غيرشهم بالماء راه كيردوا عليه. معسكر التركي كيبان لي بحال شي حمام كينزلوا في خطره وكيطلعوا في خطره. انا بعدا ما فهمت والو في هذا الفيديو، واش هذا الشيء حقيقي ولا غير ذكاء اصطناعي؟ ما فهمت والو. اللي فهم شي حاجه يفهمنا في الكومونتير. نقدر نقول لكم باللي هذا هو اقوى مقلب لسنه 2025. لاحظوا معايا كيقلبوا على داك الشخص اللي لاصق في هذيك البلاصه، يعني في هذيك الصوره في هذا المصعد هذا. كما كتشوفوا معايا الشخص هاد بنادم هذا اللي لابس النواظر الزرق، النواظر عفوا، يعني مصدوم منين شافو راه داخل المصعد. شوف ردة الفعل ديالو، زيد داكشي باش كيفسوها. دخل هاد الجدرمي هذا ولا هاد البوليسي هذا كيقول لهم واش شفتوا هاد الشخص هذا، ولكن خونا راه مصدوم ديال بصح. هو براسو ما فاهم والو، باقي مصدوم لحد الان. تيقول له فينا هو ما قدرش يهبط. نكروه في مره. مقالب ناضين صراحه الاخوان. شوف كي شيخ تيقول له راه تما. واحد التحدي اللي هو قوي بزاف لكمال الاجسام، اللي عنده القوه هو اللي رابح. كما كتشوفوا معايا 4 ديال الاكياس ديال الاسمنت. هاد الشخص هذا يلاه هزهم واحد، يعني ما قدرش يهزهم، يعني كما كنقول. لاحظوا معايا هاد البناي هذا كيضل النهار كامل يبني يعني كيخدم في البني ويوز الثقل وما كيلعبش رياضه كمال الاجسام. ولكن هادو عكس هادو اللي كيلعبوها، هما براسهم واحد باش يهزوا هاد الاكياس ديال الاسمنت، لكن هو غادي يصدمهم في الاخر وغادي يتفاجئوا بالقوه الجسمانيه اللي عنده. راه ماشي عاديه، واخا كيخدم غير في البني وصافي. هانتوما شوفوا معايا هاد بنادم هذا تيخدم في البني وهاد الخدمه ديالو كما كتشوف، ولكن قادر يهزها بواحد السهوله كبيره. بقاو مصدومين فيه. هاد خونا هذا كيجيبوا ليه شي نكهه كما كتشوفوا معايا، وكيخويه في هذيك العجينه بحال هكا، كيبقى يقلبها بشويه الفرشات ديالو عفوا اخوتي كما كتشوفوا انتم. كيقلبها بهذه الطريقه، ولكن ما فهمتش انايا يعني شنو بغى يصنع لينا، شنو الحاجه اللي بغى يصنعها ما عرفتش. يعني نتبعوا الفيديو حتى الاخر وغادي نشوفوا شنو غادي يخرج لينا في الاخر. هانتوما داك الشيء كيخلطوا ويزيد يخلطوا، اختنا غير كتشوف فيه بلي تيخلط هذاك الشيء. ولكن هو واش كيدير ايس كريم ولا كيدير معجنات بهذاك الشيء اللي كيخلطوا معاه، ولا ما عرفتش انا صراحه. انتم شوف انتم خرجنا 4 ديال اللعيبات وغيديرهم داخل هذا الكيس البلاستيكي ويقول لها كي بسم الله. ما فهمتش، انا ما فهمتش شنو هادشي هذا. شنو هادشي هذا؟ شنو هذا؟ واحد خونا الله يجازيه بخير دار الخير في الحيوانات هادو، بدا كيجيب لهم الماء وكيخوي في البركه هادي
كل مره كتخوى وكيخوي الماء. صراحه هذه واحد الصداقه اللي هي زوينه باش دير الخير في الحيوانات بحال هكا، رائع جدا.